السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي متابعين قناة مبارح يوسف في البيت، يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأفضل حال إن شاء الله. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تبقى أحسن من العيد. حبايبي بإذن الله فيديو جديد عن طريقة عمل القشطة اللي هي حلويات العيد أو المناسبات السعيدة. يا رب تكون كل أيامكم سعيدة وكل مناسباتكم سعيدة بإذن الله. مكونات بسيطة جدا في كل بيت ان شاء الله. لو حضرتك جديده في القناه يسرني ويشرفني ان حضرتك تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ان شاء الله. شوف حبايب قلبي، القشطه جميله جدا تبارك الرحمن وطعمها تحفه. بيضه جميله جدا زي القشطه، احلى من المحلات كمان. شوفي المطه بتاعتها تبارك الرحمن. ونبدا ان شاء الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا جوزة الهند، معانا كوبايه من السكر، معانا جيلاتين، معانا فواكه مجففة او زبيب او ممكن تخليها سادة مفيش اي مشاكل، ومعانا المضرب الكهربائي في الوصفة ديت ضروري جدا. ببدأ اجيب الصينية، انا اشتغلت هنا في الصينية الصغيرة اللي هي اصغر مقاس في ال3 صواني بتوع الطقم. بجيب مسحة بسيطة من الزيت وبمسح الصينية بتاعتي. انا مسحت عملت كمان الصينية دي على اساس ان انا هعمل مقدار كبير ان شاء الله. بص يا ست الكل، ببدأ هنا بقى ان انا ارش رشة كويسة جدا كثيفة من جوزة الهند. ليه بنخليها كثيفة؟ علشان خاطر لما ننزل بالخليط بتاعنا بتاع القشطة الخليط ما يلزقش في الصينية. طبعا الزيت كمان هيساعدنا ان احنا نطلعها بكل سهولة. حاولي ما تخليش اي مكان فاضي من جوزة الهند زي ما انا شاورت لك كده. نبدأ بقى العمل. ادي معانا معلقتين كبار ونص من الجيلاتين بالمعلقه العاديه بتاعه الاكل، وبجيب نص كوبايه من الميه وببدا ان انا اقلبهم كويس. حضرتك اعملي نفس الخطوات اللي في الفيديو، ما تسرعيش الفيديو علشان تعملي كل الخطوات بالظبط. بتقلبي كويس جدا الجيلاتين مع نص كوبايه الميه. طبعا التقليب كويس بيبقى عامل كويس جدا في نجاح الوصفه. بننزل بكوبايه مليانه من السكر او مج، وبنفس المج بننزل بنص كوبايه من الميه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، وبقلب كويس جدا في الحله. خلي بالك وانت بتقلبي علشان خاطر ما يطلعش السكر بالميه على جدار الحله ويسكر منك ويكرمل ويبقى مش كويس. بتقلبي كويس جدا زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد ما بقلبه خالص باجي على النار، على العين الصغيره بتاعه البوتاجاز، وبخليها واطيه جدا. وببدا ايدي شغاله في قلبها زي ما حضرتك شايفه كده. اول ما بتبدا ان هي تعمل فقاعات كده زي ما انت شايفه، بعلي النار بخليها متوسطه مش عاليه قوي قوي. اوعي تعليها قوي قوي علشان السكر ما يتحرقش منك. خد معايا حوالي 4 أو 5 دقايق بنفس الطريقه اللي حضرتك شايفاها ديت اهوت. ايدك في السكر على طول ما بتبطلش. وبعد ما غلي غلوه وطيت تاني وفضلت اقلب برده، والنار هديتها تاني بعد ما كانت متوسطه. وبتاخد الغلوه دي زي ما حضرتك شايفه كده. اول ما بتبقى حاسس ان هي خلاص بقت مظبوطه كده، بتاخد حوالي 4 5 دقايق اهوت. اعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها دي يا حبايب قلبي اهيت. لازم تاخد غلوتين كده معاكي. خليها على النار حوالي 4 5 دقايق، وفي الدقيقه السادسه هتبداي تقفلي عليها النار. طبعا انا نقلت هنا الجيلاتين بالميه في بوله كبيره، نزلت عليها على طول بالسكر والميه المغليين، ما بستناش لما يبردوا، وببدا اضرب فيهم بالمضرب الكهربائي بتاعي. المضرب الكهربائي بتاعي خد مني حوالي 10 دقايق ضرب او 12 دقيقه. انت ما تزهقيش، حضرتك ريحي شويه. وبحط كيس من الفانيليا، ده اساسي عشان يخلي لك الريحه حلوه. ممكن تحطي ميه ورد، هعمل لكم ان شاء الله طريقه تانية في القشطه بميه الورد باذن الله. بصي حبيبه قلبي، بتبداي بقى ان انت تضربي كده، تلففي ايديكي بالمضرب في الطبق كله من كل ناحيه. بدات ان هي تبيض معايا اهي. انا بصراحه ال10 دقايق اللي خدتهم ضرب بالمضرب الكهرباء في الخليط بتاعي سرعتهم لكم علشان خاطر النت ما يبقاش عندكم يعني يخسر معاك او حاجه. شوفي الخليط ده حبيبه قلبي، القوام اهوت هيبان معاكي اهوت ان هو كده. هو رفيع كده ما عجبنيش، انا بدات اضربه حبه كمان اهوت لحد ما بقى جميل جدا زي ما حضرتك شايفه. يديك يعمل معاكي زي قوام الكريم شانتيه اهو زي ما حضرتك شايفه كده. قربتهولك اهوت كده قوام الكريم شانتيه، هيبقى جميل جدا معاكي الخليط. اعمليه بنفس القوام ده، لو حبيتي تقليه عن كده كمان مفيش اي مشكله. هياخد معاكي ضرب بالمضرب حوالي 10 دقايق او 12 دقيقه.
جبت بقى حبايب قلبي خلاص، شلت المضرب اهوت، وبدات جبت الصينيه وبنزل بالخليط بوزعه كده زي ما انت شايفه. شوفي تبارك الرحمن الخليط جميل جدا ازاي. ما تنسوش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. بنزل كل حاجه في البوله، ما ترموش حاجه علشان حرام يا حبايب قلبي. اعملوا لي لايك حبايب قلبي ان عجبكم الفيديو. ببدأ زي ما انتم شايفين كده برش الحشو بتاعي. دي فواكه مجففة، الفيديو بتاعها عندي في القناة لو حبيتوا تدخلوا عليه. هسيب لكم اللينك ان شاء الله اسفل الفيديو اللي انا بتكلم فيه ده ان شاء الله، بتاع الفواكه المجففة، لو حضرتك حبيتي تعمليها او تعرفي هي بتتعمل ازاي ان شاء الله. طبعا بنزل بقى فوقيها بجوزة الهند تاني برضو علشان خاطر ما تلزقش معايا واعرف اطلعها ان شاء الله. زي ما حضرتك شايفه كده ببيتها طبعا من بالليل. انا عملتها من بالليل وصورت بقى القفله بتاعه الفيديو الصبح. بتسيبيها في مكان بارد علشان خاطر تبرد مع حضرتك بسرعه وتتماسك. اهو بوريكم ان هي تماسكت جدا. تتكوا عليها طبعا من فوق بس الحته، ايوه اتكي عليها زي ما حضرتك شايفه كده. ما تغطيهاش، ما تعمليش الخطوه ديت. انا بوريكم هنا ان هي متماسكه اهيت وجميله تبارك الرحمن. ببدأ ان شاء الله اجيب بقى الآلة او السكينة اللي هقطع بيها وبعصها بقليل من الزيت زي ما حضرتك شايفة في الفيديو كده. وكمان طبعا ليه بعص الآلة بتاعتي زيت او السكينة؟ علشان خاطر وانا بقطع القشطة بتاعتي بقسمها ما تلزقش معايا وتبوظ لي الشكل بتاع الخليط بتاعي او المنتج النهائي بتاعي للقشطة. زي ما حضرتك شايفة كده بدأت بالقطاعة، عصتها زيت قليل جدا اهوت، وبدات ان انا اقطع الشكل بقى اللي يعجب حضرتك، سمبوكسه، مثلث، مربع، ان شاء الله حتى دايره، اللي يريح حضرتك اعمليه وتاكلي بالف هنا وشفا. مكونات سهله جدا بسيطه جدا موجوده في كل بيت. اعمليها وفرحي اولادك وفرحي البيت كله، ولو عاوزه تدي للجيران طبعا. احنا متوصيين عليهم في القرآن الكريم، الجار ذي القربى والصاحب بالجنب كمان اهو. وباجي بقى بطرف السكينه وباجي على الصينيه وبعمل كده زي ما حضرتك شفتي يعني. بطلع الحدود بتاعتها علشان ما تلزقش معايا بالسكينه. وبدات ان انا اطلع القطع بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا في اول الفيديو زي ما حضراتكم شفتوا المطه بتاعتها كانت رائعه جدا تبارك الرحمن. ان عجبكم الفيديو ما تنسيش بالاشتراك واللايك والشير، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.